بأعلى فايدة 27.75% قرار البنك المركزي، وأيضا بنك مصر بيقرر تخفيض أسعار الفايدة 2% المرة الثانية رغم قرار البنك المركزي. تعال نشوف أسعار الفايدة الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفايدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بنك مصر وقرارات البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر. وأول خبر معانا هو قرار بنك مصر اللي قرر يخفض أسعار الفايدة المرة الثانية 2%. بنك مصر كان ليه قرار عملنا بيه فيديو سابق إنه خفض أسعار الفايدة على حساب سوبر كاش جاري اللي كان بيدي فايدة يومية، ولكن خفض أسعار الفايدة عليه 2% على أول شريحتين، وزود الفايدة على الحساب التاني هو السوبر كاش توفير ذو العائد الشهري، وبكده تم نزول أسعار الفايدة على الحساب اليومي 2%، وأيضا زود الفايدة على الحساب الشهري 2%. لكن البنك قرر إنه يخفض أسعار الفايدة مرة أخرى، ولكن هنا على الحساب الإسلامي حساب كنانة بلس. أول شريحة تم نزول أسعار الفايدة عليها 2%، وأيضا قرر نزول أسعار الفايدة على الشريحة التانية 2%. أما باقي الشرائح لم تتغير عليها أسعار الفايدة. ولكن كان في خبر هام جدا إن البنك المركزي أعلن اليوم عن خبر هام، وهو سحب سيولة نقدية بقيمة 933.550 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوح اليوم الثلاثاء من 27 بنك، والفائدة وصلت عليها 27.75%، وذلك لاستعداد لضبط السوق المصرفي بعد توقعات تخفيض أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي. وهيكون الأيام القادمة تغيرات هامة جدا في أسعار الفايدة، لذلك بذكرك ان احنا هننزل فيديو قادم هام جدا وتقرير هام. كل اللي عليك انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو. ما تنساش شارك الفيديو على كل اصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة.